السلام عليكم أصدقائي حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا اليوم هذا التصوير أو الفلوق صورته من جامعة. اليوم كان بداية امتحانات أخير السنة، وأنا مرحلة ماجستير الجامعة العراقية. طبعا بديت أنا أصور بهذا الشارع، يعني وصولا إلى باب الجامعة. طبعا مسافة 2 كيلومتر، يعني تمشي يوميا الصبح. يعني صح متعب بس تقدر نعتبرها رياضة. فحبيت أنقل لكم هذا الروتين اليومي، أو على مدار سنتين نمشي يوميا الصبح هالقد. اللي يشوف المقطع مالتي يشترك لي بالقناة ويصعد لي إياه. فاللي أطلبه منكم إنه تشتركون بالقناة حبايب الأعزاء. فوصلت تاني، وصلت للباب هسه، وصلت بعد تعب شديد. والله طبيت للجامعة وجاي أنقل لكم هاي الأحداث، إن شاء الله تنال رضاكم. هاي أجواء الكلية مثل ما تشوفونها. لازم يعني تكون محترم وتراعي يعني بالتصوير. أنا دائما أتجنب يعني إظهار الطالبات، فأبتعد عن هذا الشيء. فأنا متوجه هسه تقريبا الساعة 8، تشوفون الشمس شلون قوية. فرحت أدور على مكان بيفي حتى هم أراجع وهم يعني أرتاح يعني. فلقيت في رحت قعدت بيه راجعت الحمد لله والشكر. وبعد ما راجعت حتى أتوجه بعدين وين لقاعة الامتحان. طبعا الامتحان الساعة 9، واليوم كان امتحان كلش صعب. هاي هنا كملت وصارت 9:15. فأنا من الناس اللي يحترم الوقت، فحبيت أصعد إنه 9:15 حتى ألقى القاعة مالتي. فمتوجه هسه لباب الكلية، يعني كليتنا الرئيسي. فوصلت، وتعرفون لازم هنا أنا أوقف التصوير حتى أعبر من مبدأ الاحترام يعني. والله طبيت، مثل ما تشوفون طبيت هسه وصاعد للقاعة. طبعا هاي الكلمات على الدرج كلش حلوة، يعني إذا ترجعون توقفون المقطع وتقروها كلش حلوة. والله وصلت وراح أتوجه للقاعة. طبعا أنا بالقاعة كنت ما أندرها، اتصل علي صديقي يوسف وقال تعال محمد احنا بالقاعة بالطابق الثالث. والله رحت عاد هنا الدكاترة هنا يباعون علي، فلازم انه اوقف التصوير. هنا كملت الامتحان بخير وسلامة الحمد لله. طبعا كان امتحان صعب ومطول، بس ان شاء الله مجاوبين ان شاء الله. مثل ما تشوفون يعني جاي انقل لكم الاحداث بما انزلت. اللي اطلبه منكم انه تشتركون بالقناة وتفعلوا الجرس مثل ما يقول. هسه ما اريدكم يعني. هاي طبعا المكان من اكثر الاماكن اللي احبها اني. تشوفون هذا الملعب والحديقة والثيلة، مكان كلش حلو وطبيعي. ومكان دائما ما اوقف انا هنا. هاي كلية القانون، كلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية. فهذا اليوم المقطع مالتي حاولت اوصله لكم. كل ما أريد منكم تشتركوا بالقناة وتتابعوني تدعموني حتى أستمر بنقد الأحداث اليومي الخاصة بي أصدقائي. أتمنى أنه هذا الفيديو يعجبكم، وعلقونا ودعمونا حتى نستمر. مع ألف سلامة.